النادي الاهلي يتعادل مع انبي سلبيا مش هتعصب، لا مش هتضايق ولا هتعصب ولا احاول احرق دمي. ليه؟ عشان شويه علوق مع مدير فني على الله حكايته، مدير فني لا يليق باسم النادي الاهلي. هفضل اقولها، انا مش مقتنع بيك، مش شايفك بتقدم كوره، مش شايف عندك حلول، مش شايف ليك قرايه في الملعب وليك نظره في الملعب. قلتها في فيديو الماتش المصري اللي فات لما خرجت عمر كمال والسوليه والشحات ونزلت خالد عبد الفتاح واكرم وقفشه، قلت لك هتودي امام وينج. الكلام ده كان في ماتش المصري. قلت خايف تبقى ده اسلوب لعبك بعد كده، ان احنا خلاص مفيش حلول في الاهلي، فامام هيبقى الوينج، هيبقى بديل لحسين الشحات. وقد كان بديل اللي بيه بماتش انبي. انا عايز اعرف بديل اللي بيه امام وينج ليه؟ امام نسي المركز ده، بديل اللي بيه وينج ليه؟ كوكا ايه اللي في الملعب ده؟ مين كوكا ده؟ ايه اللعيبه اللي في الاهلي دي؟ ايه الاداء ده؟ انا مش قادر اعمل باصتين ثلاثه في نص ملعب انبي. مالكش خطوره على المرمى، 45 دقيقه بلا تسديده على المرمى. فكك من الشلت اللي كانت اللعيبه بتعملها دي مش تسديدات، ده تشليت. مدير فني في الطراوه، لعيبه مفيش لعيبه، مفيش صفقات، نفس التشكيله باستثناء بيرسي تاو. كان ناقص كريم الدبيس عشان يبقى هو نسخه من الماتش المصري. 5 لعيبه في نص الملعب، 5 لعيبه نص ملعب ليه في ماتش زي ده؟ فريق بيدافع قدامك بس. انا ليه احط 3 ديفندرات صريحه صرف في نص الملعب؟ ليه؟ انا ليه اعمل كده؟ ليه انا مش فاهم كوكا ليه في الملعب؟ وتيجي تبديلاتك الغريبه العجيبه بتخرج لي احسن لاعب في المباراه مروان عطيه. هو اللاعب اللي عنده الحل، هو اللاعب اللي دايما مستلم كورته وعينه لقدام، وشه لقدام رافع عينه تقوم سحبه. انا مش قادر افهم ده. عند حد زقك علينا؟ مش يعني الامور مش واضحه لنا. الاداره في الطراوه، ما تستناش الاداره تعمل حاجه، ما تستناش الاداره تعمل حاجه. ليه؟ مدير فني فاشل، مدير فني ما يليقش باسم الاهلي. خلاص بيكتب، مش انا المفروض ما اقولكش بيكتب السطور الاخيره ان هو المفروض مشي من بدري. المفروض كولر مشي من ماتش السوبر بتاع الزمالك، السوبر الافريقي اللي خسرناه. تمشي بعد السوبر ده كان المفروض خلاص ودع. انما ازاي اداره الاهلي، ازاي كابتن محمود الخطيز، ازاي الناس الفشيخه الجامده دي يعني يقولوا عليها ايه؟ بيمشوا مدير فني عشان خسر بطولتين 3 بس يعني، واداء الفريق معاه مش احسن حاجه؟ حجتك ايه؟ صفقات، ما قلت مودست وجبنا لك مودست، طلبت لعيبه كسر شبهك وجبناهم، هنعمل ايه تاني؟ الاهلي محتاج ما فيهاش كلام، محتاج لعيبه كتير، محتاج تدعيمات بعين الاداره مش بعين مدير فني. انا ما اجيبش لاعب مدير فني يقول لي عليه مش جوزيه، ده مش مانويل جوزيه هثق فيه، ده مش جوزيه. فتره جوزيه خلاص مش هتتكرر، فمش اي مدير فني هيجي يطلب لاعب هقدر ان انا احققه له. انت تقول لي انا عايز مهاجم اجيب لك مهاجم، تقول لي عايز نص ملعب اجيب لك نص ملعب، انما ما تقوليش لاعب بعينه. زي موسيماني، ما هو اللي بلاك ببلوه بيرسي تاو، هو اللي بلانا ببلوه بيرسي تاو. انا ادعم صفوفي، امال ايه سكاوتنج ومش سكاوتنج ومسميات ما يعلم بها الا ربنا. احنا طول عمرنا عارفين لجنه تعاقدات، مفيش حاجه اسمها سكاوتنج. انا مش ما شفتوش شغلكم بربع جنيه، لا صفقات ولا لعيبه ولا اداره ولا مدير كوره ولا، كله خرا، كله زفت، واداره مش هنا قاطعه ودانها. الموضوع مش انبي، الموضوع انت هتروح الجزائر هتخسر يوم الجمعه. انت فاكر نفسك هتكسب بلوزداد بالاداء والمدير الفني ده؟ هتكسب بلوزداد باللعيبه دي، هتكسب بلوزداد. طب انت داخل على يناير، هتشوف تدعيمات، هتشوف صفقات، هتشوف ان انت في كل مركز محتاج 3 4 لعيبه، هتشوف ان انت في الوينج ده محتاج 4 لعيبه، 4 لعيبه. مش والله ما ببالغ. ما هو انت بيرسي تاو ماشي، رضا سليم ماشي، كل سنه وانت طيب، مفيش غير الشحات عندك وينج، محتاج لك 4 لعيبه، محتاج قلبين دفاع. اشرف داري قاعد دكه ليه النهارده؟ بتريح امه من ايه؟ اشرف داري ده بيريح من ايه؟ يعني عمل ايه في حياته من ساعه ما جه في الاهلي؟ بتريحه ليه؟ ليه الفكر العقيم ده؟ ليه انت متصدر مجموعتك في افريقيا؟ هتروح هناك تلعب كورتك رص اتوبيسك انت كده ولا بتلعب كوره ولا بتتنيل؟ بتريح لي لعيبه وانت اصلا مش هتعمل حاجه؟ معدي لعيبه جنبك وتبديلات غلط وقرايتك للملعب غلط وحاجه بمنتهى القرف. هل بقى الاداره هتشوف الكلام ده؟ انسى ما تفكرش، ما تجيبش سيره الاداره كده. اللعيبه شايفه شغلها، اللعيبه ادت اللي عليها طول ما اللاعب شبع. وتصريح عمرو السوليه اللي طلع قال لك احنا خلاص ادينا وعملنا كل اللي احنا نقدر عليه وجبنا بطولات للنادي. كملش يلا، امشي يلا.
انا مش عايز لاعب بيشبع، انا عايز لاعب طول ما هو في الاهلي بيجيب لي بطوله، غير كده ما اعرفكش. في النهايه تعادل بطموح اداره الاهلي، تعادل ماسخ ملوش طعم بطموح اداره النادي الاهلي، بطموح السكاوتنج، بطموح شركه الكوره، بطموح مدير الكوره الفاشل، بطموح مدير فني فاشل، بطموح لعيبه شبعت، لعيبه مش شايفه عين حمراء، لعيبه ما بتتشدش. فطول ما الدنيا سايبه وطول ما الدنيا في الخراب، ما تسالش لاعب ولا تسال مدير فني، اسال ادارتك الاول. الكوره بقت عامله كده ليه في الاهلي؟ سلام.